منهاج السنة للدراسات والبحوث تقدم غدير خم. بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العالمين هاديا ومبشرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به الناس بعد ضلالتهم وأنقذهم بعد جهالتهم، وانطلق ناشرا دعوته المباركة من مكة المكرمة مهاجرا إلى المدينة لينتقل معه المسلمون من مرحلة الدعوة إلى مرحلة الدولة. وتعددت محاولات قتل النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين في غزوة أحد وغيرها، ومن اليهود قتلة الأنبياء لهدم الإسلام ووأد دعوته، فرأى الصحابة وجوب حراسته وفدائه بالأرواح. روى البخاري ومسلم واللفظ له من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. يا رسول الله، جئت أحرسك. قالت عائشة: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطة، ثم طمأن الخالق تبارك وتعالى نبيه وصحابته الكرام، فأنزل آية مدنية في سورة المائدة عصم بها نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يقتل ويمنع من التبليغ، فقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فلما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم صرف من كان يحرسه من الصحابة، فقد أصبح الخالق تبارك وتعالى يكلأه بعينه التي لا تنام. روى الترمذي في سننه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لهم: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. وانتشر الإسلام في ربوع الجزيرة العربية، ودانت أم القرى ومن حولها للإسلام والمسلمين، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم على مقربة من لقاء ربه بعد أن أكمل الله دينه وأتم نعمته. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر لهجرته لأداء مناسك الحج في حجة الوداع، واجتمع عليه أصحابه من كل حدب وصوب ليحجوا معه وليأخذوا عنه مناسكهم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل عرفات، ومعه من أصحابه ما بين 100,000 أو ما يقارب 120,000، وخطب في الناس خطبة بليغة أرسى فيها المبادئ الإسلامية العامة، ووضع قواعد الإسلام الأساسية ونهجه القويم. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فكانت تلك الخطبة بمنزلة تشريع دائم لكل المسلمين يسيرون عليه بخطى ثابتة واضحة لا لبس فيها. ومع هذا وفي هذا المقام العظيم والموقف الشريف، وقد اجتمع الصحابة جميعا من كل حدب وصوب، لم يتكلم صلى الله عليه وسلم عمن يخلفه، ولم يحدد وليا لعهده، ولم يقل بايعوا فلانا أو اسمعوا وأطيعوا فلانا من بعدي. وفي يوم عرفة نزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد اكتمل الدين وتمت النعمة، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه للقاء ربه بعد أن أتم مهمته على الوجه الذي يحبه ويرضاه. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عن الإمامة التي يزعمها الشيعة. روى البخاري في صحيحه عن طارق بن شهاب أن أناسا من اليهود قالوا: لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: أية آية؟ فقالوا: اليوم أكملت لكم دينكم
خم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لأعلم أي مكان أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. وبعد انتهاء الحج واكتمال الدين انطلق الصحابة في الآفاق، واتجه صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة المنورة. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم طوال بعثته الإمامة التي يزعمها الشيعة، ولم يذكرها في الحج والناس مجتمعون، بل بلغ عن مسائل هي أدنى من منزلة الإمامة، فذكر أحكام الصيد وآداب الأكل وغير ذلك. ولكنه وقبل حجة الوداع كان قد أرسل خالد بن الوليد إلى اليمن في قتال، فانتصر خالد وغنم غنائم، فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك ويطلب إرسال من يخمس تلك الغنائم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، ثم أمره أن يدركه في الحج، وقسم علي رضي الله عنه تلك الغنائم كما أمر الله: 4 أخماس للمجاهدين، وخمس لله والرسول وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس، وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا بريدة، أتبغض علي؟ فقلت: نعم. قال: لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. فامتثل بريدة أمره صلى الله عليه وسلم، فأحب عليا رضي الله عنه. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يمتثلون لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد صدوره. وبعد أن ابتعد النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة المكرمة نزل بأرض تسمى غدير خم، والتي يعرفها أبو عبيد الأندلسي في معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع قائلا: وغدير خم على 3 أميال من الجحفة يسرة عن الطريق. وهذا الغدير تصب فيه عين، وحوله شجر كثير ملتف، وهي الغيضة التي تسمى خم. وبين الغدير والعين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرئ ساحة ابن عمه وصاحبه علي بن أبي طالب من الأسباب التي أغضبت بعض من كان معه باليمن، ويبين مكانته وفضائله. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم وفيه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خم بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. فشدد على التمسك بكتاب الله وأوصى بأهل بيته. وجاء عند غير مسلم كالترمذي وأحمد والحاكم وغيرهم زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وهي زيادة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة. وعلى هذا فلقد أجل النبي صلى الله عليه وسلم بيان أمر علي إلى غدير خم، وغدير خم في الجحفة. والغاية من هذا الحديث التوصية بأهل البيت وتبرئة ساحة علي ورفع مكان
مكانته، وهو ما لا يشك فيه أحد، وتدليل وتذكير بأنه من أولياء الله تجب له المحبة والنصرة والموالاة والتأييد. فأهل السنة يقولون أن الموالاة هنا هي النصرة والمحبة، وهو الصحيح لدلالة كلمة موالاه. هذه هي حادثة الغدير الحقيقية، وتلك ملابساتها، وذلك خبرها. شوقي للقياهم يزيد، ولحبهم هتف القصيات إلى أتباع الهدى، أشرق علينا من جديد. يقول جمال الدين الفتني في مجمع بحار الأنوار: واسم المولى يقع على الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد والصهر والعبد والمعتق والمنعم عليه. وقد جاءت كثيرا في القرآن، ولم يرد بها الخلافة والحكم، بل كان المراد المحب والناصر والمعين، مثل قوله تعالى: يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون، وقوله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فلا يمكن أن يقال أن المعنى هنا أن الله تعالى خليفة أو إمام أو أمير للمؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى: اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. سماها الله تبارك وتعالى مولى، وذلك لشدة الملاصقة وشدة اللحمة والقرب. ولا يعقل أن يكون المعنى أن النار خليفة للكفار أو أميرة لهم، فإذا كان الأمر كذلك فكيف يقال بعد ذلك أن هذا الحديث نص على خلافة علي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بل وجاء في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة، إلى أن قال: وقال لعلي: أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. فما سمعنا أحدا قال أن زيدا أصبح إماما أو عقدت له الخلافة بهذه الموالاة. ويقول شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية: والمؤمنون يتولون الله ورسوله الموالاة المضادة للمعاداة، وهذا حكم ثابت لكل مؤمن. فعلي رضي الله عنه من المؤمنين الذين يتولون المؤمنين ويتولونه. وفي هذا الحديث إثبات إيمان علي في الباطن، والشهادة له بأنه يستحق الموالاة باطنا وظاهرا، وذلك يرد ما يقوله فيه أعداؤه من الخوارج والنواصب، لكن ليس فيه أنه ليس للمؤمنين مولا غيره. فكيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم له موالي وهم صالح المؤمنين؟ فعلي أيضا له مولا بطريق الأولى والأحرى أيضا، وهم المؤمنون الذين يتولونه. فإذا كانت لفظة مولى تحتمل كل هذه المعاني، فكيف يقطع الشيعة أن المعنى المراد بها هو الإمامة والخلافة؟ والإمامة عند الشيعة الإمامية لا تثبت إلا بالنص الجلي لا غير، والنص الخفي المتشابه لا يصلح أن يكون حجة، كما اعترف بذلك كبار علماء الشيعة كالطوسي في القواعد، حيث قال: وأما القائلون بوجوبه على الله تعالى فهم الشيعة القائلون بإمامة علي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واختلفوا في طريق معرفة الإمام بعد أن اتفقوا على أنه هو النص من الله، وهو منصوص عليه من قبل الله تعالى لا غير. فقالت الإمامية الاثنى عشرية والكيسانية إنه إنما يحصل بالنص الجلي لا غير، وقالت الزيدية إنه يحصل بالنص الخفي أيضا، وكذلك الشريف المرتضى في رسائله وفي الشافي ما نصه. فأما نحن فلا نعلم ثبوته والمراد به إلا استدلالا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، ومن كنت مولاه
فعلي مولاه. وهذا الضرب من النص هو الذي يسميه أصحابنا النص الخفي، وقد اعترف بهذا جملة من علماء الشيعة المعاصرين. علماء الشيعة كالسيد المرتضى مولانا في موضعين ثلاث يقول بأنه نص حديث الغدير لا يفيد إلا النص الخفي، لا يفيد إلا النص الخفي لا النص الجلي. فهل يمكن أن تثبت أركان الدين عند الإمامية بنص خفي لا يفهمه الناس؟ بل هذا من إفلاسهم، ولو أنهم وجدوا فيه نصا صريحا ما قالوا أنه نص خفي، ولكنه الخرق اتسع عليهم فرقعوا. ولكن الشيعة كعادتهم قلبوا الحقائق وزيفوا التاريخ، وحاولوا قدر استطاعتهم لي أعناق النصوص لإثبات أصل دينهم المزعوم، وهو الإمامة والنص الإلهي. يقول علماء الشيعة في منزلة الإمامة التي لم يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في كتاب الاعتقادات للصدوق: اعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعده عليهم السلام أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء، واعتقادنا في من أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولم تقف الشيعة عند هذا الحد من التسوية بين مقام الإمامة ومقام النبوة، بل زادوا أن الإمامة أفضل من النبوة. إنهم ليسوا بأنبياء ولا رسل، فالقضية ممكن تنفك في الأشخاص، ولذا أعطي أمير المؤمنين الإمامة وهي في الترتيب كانت أعلى من النبوة والرسالة كما رأيتم، وهي في الترتيب كانت أعلى من النبوة. فأتى الشيعة بأحاديث موضوعة وزيادات مكذوبة تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الغدير أخذ البيعة لعلي بالخلافة وولاية العهد، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ أمر الإمامة أو الخلافة لعلي طوال حياته، ولم يبلغها في الحج خوفا من الصحابة كما يزعمون. يقول الخميني في كتابه القرآن كتاب الهداية: قد أثبتنا في بداية هذه المقالة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخشى أن يضرب القرآن بعده إذا ذكر الإمام فيه بالاسم والرسم، أو أن يشتد الخلاف بين المسلمين بحيث يوجب القضاء على الإسلام بالكلية. ونأتي هنا بدليل من القرآن على أن هناك تحفظا من إظهار الإمامة بالاسم والرسم، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يخشى من المنافقين. ففي سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وهذه الآية نزلت يوم غدير خم للتبليغ بإمامة علي بن أبي طالب باعتراف أهل السنة ونقلهم ذلك بطرق معتبرة، إلى أن قال: والأحاديث الكثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخشى من الناس في أمر تبليغ الإمامة. وإذا راجع الإنسان التواريخ والأخبار يفهم أن خشيته كانت في محلها، إلا أن الله عز وجل أمره بالتبليغ ووعده الحفظ، وقد بلغ صلى الله عليه وآله وسلم وسعى كل سعيه في ذلك حتى آخر نفس، إلا أن الحزب المخالف لم يدعوه يكمل العمل. وزعم الخميني بأن أهل السنة اعترفوا بأن هذه الآية نزلت يوم غدير خم للتبليغ بإمامة علي بن أبي طالب، وأنهم نقلوها بالطرق المعتبرة، فكذب محض، كما قال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة تعليقا على هذا الحديث: موضوع، إلى أن قال: وهذا الحديث الموضوع مما احتجت به الشيعة على إمامة علي رضي الله عنه، وهم يتفننون في ذلك تارة بتأويل الآيات وتفسيرها بمعان لا يدل عليها شرع ولا عقل، وتارة بالاحتجاج بالأحاديث الواهية والموضوعة، ولا يكتفون بذلك بل ويكذبون على أهل السنة بمختلف الأكاذيب.
شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصيات إلى أتباع الهدى أشرق علينا من جديد. ووصلت الجرأة ببعض علمائهم إلى حد تحريف القرآن صراحة ليقحم اسم علي في آية التبليغ. لذلك جاء جبرائيل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. في علي: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وجاء في كتاب الغدير في الكتاب والسنة والأدب لعبد الحسين الأميني النجفي ما نصه: نزلت هذه الآية الشريفة يوم 18 من ذي الحجة سنة حجة الوداع في العام 10 هجريا، لما بلغ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم غدير خم، فأتاه جبرائيل بها على 5 ساعات مضت من النهار، فقال: يا محمد، إن الله يقرئك السلام ويقول لك: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقد سبق وأن بينا آنفا أن هذه الآية نزلت في المدينة قبل حجة الوداع وقبل حادثة الغدير بسنوات، ولا نجد أكثر من قولهم هذا زندقة في تحريف نص الكتاب العزيز، فيبدو أنهم عجزوا عن إثبات هذه الدعوة فعمدوا إلى نص الكتاب العزيز فحرفوه وبدلوه. وقد اعترفت كتب الشيعة أن أول من تولى كبر فرية أن آية التبليغ نزلت يوم الغدير هم الشيعة أنفسهم، وتحديدا سليم بن قيس، كما جاء في كتاب حديث الغدير بين أدلة المثبتين وأوهام المبطلين لهاشم الميلاني ما نصه. وفيما يأتي نذكر من روى نزولها بمناسبة حديث الغدير من الشيعة والسنة بحسب التسلسل الزمني. أولا سليم بن قيس الهلالي القرن الأول في كتابه صفحة رقم 290 حديث رقم 25. وقد قال جمع غفير من علماء الشيعة أن كتاب سليم بن قيس كتاب ملفق لا تصح نسبته إليه، كابن الغضائري والحلي في رجالهما، والتفرشي في نقد الرجال، والبروجاردي في طرائف المقال، والخوئي في معجمه، كلهم ينكر نسبة هذا الكتاب إليه. وحصر علماء الشيعة الرسالة النبوية بأسرها في إبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم بإمامة علي، وزادوا في غيهم وضلالهم فقالوا أن الرسالة النبوية بدون هذه البيعة المزعومة لا تساوي شيئا. وقع بيعة الغدير الرسالة المحمدية ناقص بيعة الغدير يساوي صفر. الرسالة المحمدية ناقص بيعة الغدير يساوي صفر. صفر صفر. الرسالة المحمدية ناقص بيعة الغدير يساوي صفر. فالغاية إذن على قول الشيعة من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم هو الإبلاغ بإمامة علي بن أبي طالب، تلك الإمامة التي لم يأتي عنها ذكر لا في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل وصريح القرآن أن الله أرسل رسوله لتزكية الناس وتعليمهم الكتاب والحكمة، وليس لإخبارهم بإمامة علي ولا لعقد بيعة له. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فعلماء الشيعة كعادتهم يضربون بكلام الله عرض الحائط أو يحرفونه ليوافق أهواءهم. حاول علماء الشيعة أن يدلسوا على المسلمين جميعا، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في غدير خم ونصب عليا أمام 120,000 صحابي بولاية العهد، وهذا أمر مفترى افتراه علماء الشيعة حيث أخذوه من الروايات الموضوعة والملفقة وجعلوه دينا لهم، وكذلك ليهربوا من سؤال المسلمين: لو كان تنصيب علي أهم شرائع الإسلام فلماذا لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي حضور جميع الصحابة وأهل مكة؟ الله سبحانه وتعالى
أراد أن يعلن ذلك على رؤوس الأشهاد. فقضية غدير الخم تفاوت مع سائر الموارد والأحاديث هذا، وهو أنه كان 120,000 إنسان موجود، يعني جميع المسلمين، أكثر المسلمين كانوا حاضرين، ورسول الله على رؤوس الأشهاد أعلن ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وقد أكد العديد من علماء الشيعة هذا الكذب، كما جاء في كتاب الغدير والمنصب لمحمد صادق الخرسان ما نصه: وصعد صلى الله عليه وآله على أقتاب الإبل، وأخذ بيد علي بن أبي طالب فرفعها حتى رأى الناس بياض إبطيهما ليراهما 90,000، ويقال 100,000 و14,000، وقيل 100,000 و20,000، وقيل 100,000 و24,000، ويقال أكثر من ذلك. ورغم تدليس علماء الشيعة وإيهامهم بأن الصحابة جميعا كانوا في غدير خم بروايات لا خطم لها ولا أزمة، إلا أن هناك روايات تخفيها عمائم الشيعة تؤكد أن من حضر الغدير من الصحابة كانوا 1300 صحابي كما قال الباقر، أو 10,000 على أقصى حد كما قال الصادق. وقد ذكر هذين القولين هاشم البحراني في كتابه كشف المهم، حيث جاء فيه ما نصه. وفي رواية عن الباقر عليه السلام قال: لما قال النبي صلى الله عليه وآله يوم غدير خم بين 1300 رجل: من كنت مولاه فعلي مولاه، قال الصادق عليه السلام: تعطى حقوق الناس بشهادة شاهدين، وما أعطي أمير المؤمنين عليه السلام بشهادة 10,000 نفس، يعني يوم الغدير. وهاتين الروايتين تؤكدان كذب دعوى علماء الشيعة في عدد الصحابة الذين حضروا الغدير، وتؤكدان صحة موقف أهل السنة، إذ لو كان تنصيبا لعلي لقاله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في حجة الوداع، ولما انتظر بعد عرفة 9 أيام حتى تفرق عنه الناس، ولدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبرئ ساحة علي رضي الله عنه ويبين فضله ومكانته. شوقي للقياهم يزيد، ولحبهم هتف القصي، جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد. ولقد وصل الحال بعلماء الشيعة إلى أن استعانوا بخدمات صديقهم إبليس اللعين ليتكلم عن إمامة علي ويذكر الناس بواقعة الغدير. وقد جاءت نصائح إبليس للشيعة في كثير من كتبهم، فقد جاء في كتاب كشف المهم في طريق خبر غدير خم لهاشم البحراني ما نصه عن المسعودي رفعه عن سلمان الفارسي قال: مر إبليس لعنه الله بنفر يتناولون أمير المؤمنين عليه السلام، فوقف أمامهم، فقال القوم: من الذي وقف أمامنا؟ فقال: أنا أبو مرة. فقالوا: يا أبا مرة، أما تسمع كلامنا؟ فقال: سوءة لكم، تسبون مولاكم علي بن أبي طالب عليه السلام. فقالوا: من أين علمت أنه مولانا؟ فقال: من قول نبيكم صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. فقالوا له: فأنت من مواليه وشيعته؟ فقال: ما أنا من مواليه ولا من شيعته، ولكني أحبه، وما يبغضه أحد إلا شاركته في المال والولد. ثم تراهم بعد ذلك يتبجحون بمجموعة من التبريرات لتبرير هذه المحبة الإبليسية لعلي بن أبي طالب، وكلها تبريرات تضحك الثكالى. الذي أفهمه أن إبليس حين أتحدث عن حبه لأمير المؤمنين كان حبا بمعنى الإعجاب، لا بمعنى الحب العقائد. فها هو إبليس يبغض آدم عليه السلام وكل أولاده وذريته من الأنبياء والمرسلين، لكنه يحب عليا وينصح شيعته ويدلهم على طريق الإيمان والتمسك بالولاية،
وكأن واضع هذه الروايات يقول للشيعة: ديننا ودين إبليس في الولاية والإمامة والوصية دين واحد، فكلنا يعتقد هذه العقيدة. وغاب عن علماء الشيعة وصانعي دينهم أن سلوك علي بن أبي طالب بعد واقعة الغدير وسلوك أئمة أهل البيت من بعده يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن عليا لم ينصب يوم الغدير، وأنهم فهموا من لفظ الموالاة ما فهمه أهل السنة، وإلا فكيف قبل علي أن يبايع أبا بكر وعمر وعثمان ويتنازل عما قلده الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الغدير ونص عليه الخالق كما يزعم الشيعة؟ ويروي علماء الشيعة في كتبهم أن عليا قد ترك الإمامة، كما في كتاب اللمعة البيضاء للتبريزي ما نصه: فضرب علي عليه السلام بيده إلى جوامع ثوبه فهزه ثم ضرب به الأرض وقال له: يا ابن السوداء، أما حقي فقد تركته مخافة أن يرتد الناس عن دينهم. فما هي هذه الردة التي يخشاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الناس؟ وقد جاء في كتب الشيعة أن الناس كلهم ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 أو 4. ثم أيعقل أن يتنازل نبي عن نبوته أو إمام منصب من الله كما يزعم الشيعة عن إمامته؟ والأعجب أنه لم يغادر المدينة، بل ظل مستشارا للخلفاء يخلص لهم في النصح، بل إن أقواله في نهج البلاغة تؤكد أنه لم يكن هناك تنصيب ولا نص عليه يوم الغدير. فقد قال في نهج البلاغة: والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة، ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها، فكيف يرغب عن الولاية وهي بالنص والأمر الإلهي؟ وقال كذلك في نهج البلاغة: إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. وهذا النص الأخير وحده ينسف معتقد الشيعة في النص على الإمام، ويؤكد أن يوم الغدير لم تكن هناك بيعة لعلي، وذلك لعدة أسباب. أولا، فيه إقرار بالشورى، وهو مخالف لعقيدة الشيعة في أن الإمامة لا تثبت إلا بالنص. ثانيا، فيه إقرار بشرعية الذين سبقوه، وهو خلاف ما يعتقده عموم الشيعة. ثالثا، فيه اعتراف أيضا بانعقاد الإجماع على بيعتهم. وفي كل الأحوال فإن الحديث في غدير خم كان يهدف إلى التوصية بأهل البيت وتبرئة ساحة علي ورفع مكانته، وهو ما لا يشك فيه أحد، وتدليل وتذكير بأنه من أولياء الله تجب له المحبة والنصرة والموالاة والتأييد، لا أنه الخليفة المنصوص عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة أن حديث الغدير يتعلق بالبغض والمحبة، وليس له أي علاقة بالخلافة والإمامة إطلاقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا إلى اليمن لتقسيم الغنائم، فمنع علي الجيش من أن يركبوا الإبل والخيول، وكانت أجمل نساء السبي من نصيبه، فأصبح في نفوس بعض الجيش شيء من ذلك، فشكوا هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبغضوه فإن له في الخمس أكثر من ذلك، وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فامتثل الصحابة جميعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث يتكلم عن البغض والمحبة، وليس له علاقة بالخلافة كما زعمت الشيعة وادعت. فرض اللهم عن خلفائنا الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي الأمين، واجمعنا بهم في مستقر رحمتك في مقعد صدق عند مليك مقتدر.